طب البكسل دي بقى عبارة عن ايه؟ البكسل هي لون صغير جدا 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 من الصورة، فلون جنب لون جنب لون جنب لون جنب لون كونت الصورة. طب ازاي بقى اعمل اللون بتاع البكسل الصغير خالص ده وبعد كده اعرضه على الشاشة؟ قالك عشان تكون لون محتاج تعمله من 3 الوان رئيسية اللي هم RGB، ريد جرين بلو، احمر اخضر ازرق. يعني مثلا لو حطيت 100% من اللون الاحمر على 50% من اللون الاخضر على 0% من اللون الازرق هتعمل لون اورنج. والنسبة المئوية دي هي بتعبر عن شدة الضوء سواء كان الاحمر او الاخضر او الازرق. ولو حطيت مثلا 100% من اللون الاحمر على 100% من اللون الاخضر على 0% من اللون الازرق هتعمل لون اصفر. ولو حطيت 0% من اللون الاحمر على 100% من اللون الاخضر على 100% من اللون الازرق هتعمل لون لبني. اهو ده بقى بالظبط اللي احنا بنعمله في البكسل الواحدة عشان نطلع اللون بتاعها. البكسل بتتقسم ل3 اجزاء. اولا الجزء اللي بيطلع لون احمر، ثانيا الجزء اللي بيطلع لون اخضر، ثالثا الجزء اللي بيطلع لون ازرق. وكل جزء بيطلع ضوء شدته بتبدأ من 0% الى 100%. وبعدين بنجمع ال3 الوان دول مع بعض في نقطة واحدة بس بحيث يكونوا اللون بتاع البكسل اللي هي اصلا نقطة صغيرة جدا جدا من الصورة.